يا لهوي! أهل جوزي كلّهم تحت ومش عارفة أتصرّف إزاي، لقيت جوزي بيقول لي: "أهلي كلّهم تحت وطالعين." قُلت له: "يا لهوي!" جريت بسرعة كده على المطبخ، لإن دايمًا حماتي بتقول لي: "الست الشاطرة دايمًا مطبخها يبقى نضيف." وكلامها صح والله، بس أنا بصراحة كلنا من هنا، يعني عملت الغدا وأنتخت من هنا يا جماعة. وعايزة أقول لكم كمان كان بقى لي فترة تعبانة جدًا، جدًا، والجو حَر نار بصراحة. وعايزة أقول لكم بقى إن الشفاط عندي عليه تراب، طبعًا بقيت مشغّلة الشفاط 24 ساعة في ال24 ساعة علشان الحَر بقى ومجرد ما بنشغّل كده البوتاجاز يعني الجو بيبقى فظيع، فلازم كده الشفاط يفضل شغّال. فعايزة أقول لكم كمان إن الشفاط ده طول ما هو شغال بيلم كمية دهون وتراب وحاجات، بما إن إحنا بقى في الحر. وكمان أنا كده الشفاط يعني موجود على السلم بتاعنا، فكل ما باكنس السلم برضه بيطرّب عليه. المهم يا جماعة لمّيت بقى المواعين كده بسرعة، بسرعة. حمدت ربنا كده إن هُم قعدوا كده مع جارتنا، قعدت تقول لهم إزيكم عاملين إيه وحشتوني ومش عارفة إيه، وقعدوا معاهم تحت كده إيه في الهوا. قُلت طب الحمد لله فرصة كده ليّا بالضبط، يعني أخلّص كل المطبخ ده كده بسرعة، 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 بسرعة كده في 5 دقايق قبل ما يطلعوا. مسكت المواعين بقى كلّها كده غسلتها. كنا إحنا بقى يعني إيه، لسه مخلّصين غدا، وبصراحة كنت مأنتخة ومش قادرة، حتى كنت كمان مقطّعة بطيخ، ولقيت نفسي بقى مأنتخة. قُلت إيه أفرد جسمي كده على السرير نُص ساعة، وأقوم بقى أشرب لي فنجان قهوة وأضبّط بقى المطبخ كده وأنضّفه. بس مين ما لحقتش أشرب القهوة. جريت زي الصاروخ كده على الإيه، على المطبخ. قُلت لأ، لازم أجيب عليه وأطيه زي ما بيقولوا كده. ومسكت بقى المواعين كلّها، مسكتها غسلتها بسرعة، بسرعة، بسرعة كده أهو. طبعًا فضّيت بقى كل الإيه، الحاجات الفضلات اللي كانت فيها وكده، إذا كان قشر بطيخ كلام من الكلام ده. وبدأت إن أنا أغسل بقى إيه، كل حاجة. شايفاكِ اللي لسه ما حطيتيش اللايك ده بيرفع الفيديو يا جماعة. وطبعًا يعني الفيديو كلّه نشاط وطاقة وحيوية. بُصّوا في الفيديو ده هتشوفوا كمية كمان أفكار هتتبسطي منها جدًا، جدًا، جدًا. هاوريكم إزاي بنلمّع الحوض، هاوريكم إزاي بنشيل أصعب الدهون في ثواني. الدهون كده بتسيح لوحدها يا جماعة. شايفين حتى الإسبونشة طارت من كتر ما باجري ورا نفسي وباغسل بسرعة، بسرعة. بُصّوا بقى، كُلّنا كده نصلّي ونسلِّم ونبارك على رسولنا الكريم كده في الكومنتات. وبجد، بجد، بجد أنا باحبكم. الحمد لله خلّصنا المواعين، نجري بقى على الشفاط. يا لهوي على الشفاط وعلى شكل الشفاط. شايفين يا جماعة المنظر؟ بُصّوا في ثواني هيبقى برو، برو. شايفين المكوِّن السحري ده؟ أيوه هو ده. بارُشّه كده على السيراميك، والله يا جماعة مجرّد ما بارُشّه يعني بينزّل لي كل الدهون في ثواني، من غير أي حاجة بقى، يعني من غير دعك وهلكان وتعب، لأ مجرّد ما بامشّي كده الإسبونشة كل الدهون دي بتتشال، زي ما أنتم شايفين كده. طيب معانا ده كمان، ده إيه، ده إيه يا أم لوكا، ده إيه، اسمه إيه يا جماعة فكّروني، فكّروني اسمه إيه، العدّاد بتاع الغاز. برضه بارُش كده عليه برضه من المكون السحري اللي معايا ده. وفي ثواني كده برضه سيّح لي الدهون اللي عليه. وبدأت بقى بالفوطة كده إيه، فوطة صغننة كده، وبدأت إن أنا أمسحه. تمام، تمام. شُفتوا نضيف زي الفل. وأنا طلعت علّقت الشفاط بسرعة، بقيت أخلّي جوزي بقى يناولني، "بسرعة ناولني السلِّم." كان عندي هنا طماطم، قُلت بقى أحطها كده. قولوا لي بقى من الحق يا جماعة، مين فيكم زيي بيحط الطماطم كده في التلاجة من غير ما يغسلها؟ ما تقولوش عليّا إن أنا معفنة، ها، تمام؟ أنا ليه باحطها كده، عشان بتحتفظ في فصل الشتا، يعني في فصل الشتا، إحنا في فصل الصيف، ركّزي يا ملوكة، في فصل الصيف أكتر في التلاجة. لأن بصراحة لمّا بييجي عليها مَيّة وبتسيبيها وتيجي تحطّها في التلاجة بتبوظ بسرعة، أصلًا بتبوظ بسرعة في فصل الصيف. يعني في التلاجة الطماطم والخضار بيقعد يعني فترة أكبر من فصل الصيف. لكن من درجة الحرارة يا جماعة اللي أنتم شايفينها دي، إحنا بنسيح أصلًا، إحنا بنسيح. يالّا ربنا المستعان. قُلت بقى أغيّر كمان الورق ده. أنا كنت جايباه كده شكل الرخام، وحاطاه بقى كده على الإيه، على قطعة الخشب دي، وعاملة كده إيه، corner باحط بقى عليه الحاجة. بصراحة يعني نافعني. ادعوا لي كده يا رب كده يرزقني بمطبخ كبير، لإن بجد، بجد أصعب حاجة المطبخ الصغير ده يا جماعة، أقل شوية كراكيب بيبانوا فيه. نِفْسي كده يبقى عندي رخامة والمطبخ يبقى كبير ويبقى عليّا واسع. إيه كمان بقى يا ملوك، هنعمل إيه كمان، هنبدأ كمان نلمّع كده الخشب بتاعنا. ما إحنا ما نبقاش نضّفنا السيراميك ونضّفنا الشفاط وغسلنا المواعين وكمان غيّرنا الورق بتاع الرخام اللي هو شكل الرخام ده.
غيرنا الرخام بتاعنا كمان في الفيديو، شفتوا؟ هنبدأ نلمع كمان ايه المطبخ الخشب بتاعنا، تمام، عشان يلمع كده ويبقى ايه زي الفل معانا. انا بقى كنت شادة اصلا تحت البوتاجاز، وكنت منضفة كمان تحت المطبخ الخشب التاني. يعني انا كل يوم وانا بعد ما بغسل المواعين، علشان كده بقول لكم احنا لما بناكل بأنتخ شوية، يعني بابقى واقفة بقى على رجلي في الحر وبنعمل الأكل. طبعا كلكم ستات بيوت بتتعبوا زيي، مش أنا لوحدي. بس التصوير والله يا جماعة بياخد معايا وقت جدا جدا جدا. يعني الحاجة لو بتخلص في ايديكي في نص ساعة، مع التصوير بتخلص معايا في ساعة. تفضلي بقى تحركي الكاميرا من هنا لهنا وكلام من الكلام ده، وكمان بتبقي لابسة بقى ومتحكمة في الطرحة بتاعتك وفي لبسك وكده. المهم لمعنا البوتاجاز بخل، خليكم مركزين. طبعا لما الحوض بايه بمعجون الاسنان. خليكم مركزين في الحاجات اللي بتفيدكم دي، الحاجات دي بتسهل عليكم الوقت جدا جدا، بدل ما تقعدي تدعكي دعك كتير قوي في الحوض وفين على بال ما يلمع. هي حته معجون هنا وحته معجون هنا، واديله ادي كده اهو، في ثواني هيبرق معاك وهيبقى زي الفل. انت مش كل يوم هتعمليه بالمعجون، يعني انت ممكن تعملي الحركه دي مثلا كل اسبوع مره، كل 10 ايام مره، تمام. مش يوميا، عشان الناس اللي هتقولي واحنا ملاحقين معجون لما مش عارفه ايه. وعلى فكره يا جماعه المعجون الاسنان ده كان عندي قديم، والفيديو ده كمان انا مصوراه بقالي فتره، عشان تبقوا انتوا عارفين. عشان الناس بقى اللي هتقولي بقى مقاطعه ومش مقاطعه والكلام ده، لا والله الفيديو ده قديم عندي يا جماعه من فتره، بس انا ما كنتش منتجته، يعني صورت بعديه فيديوهات كتير، وده كنت ناسياه بتاتا. فقلت بقى لأ، عليه الدور بقى لازم امنتجه كده وانزله. بس صدقيني جربي بقى اي معجون اسنان انتي بتستعمليه، جربيه، هينضف معاكي الحوض وهيخليه بيبرق كده، وهيخليه كده زي الفل. انا كمان كنت شاريه كمان ايامها عرض، كانوا اتنين وعليهم واحد هديه، فقعدوا عندي فتره. عفوا. بس عايزه اقول لكم ان بجد بجد المكون السحري للسيراميك والشفاط والكلام ده هو سيترس. طب تلميع الاستانلس بتاع البوتاجاز هو الخل. طب تلميع الاستانلس بتاع الحوض معجون الاسنان. يا جماعه شايفين الحوض فرق جدا 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 360 درجه، حاجه كده رهيبه. خليكم مركزين بقى في المعلومات دي. يلا بقى نمسح الارض، وتعالوا برضو شوفوا التركية اللي بعد كده. وانا بمسح لازم احط في المية بتاعتي عشان يخلي السيراميك بتاعي بيلمع، لازم احط شوية خل. لازم احط كمان معطر ارضيات بيخلي ريحة المطبخ حلوة قوي قوي، شوية كده من سائل المواعين. هنا بقى كانوا طلعوا ولقيتهم بقى داخلين وانا بفرش كده وقعدت اضحك بقى، حمدت ربنا ان هم جم وانا خلصت المطبخ. بس شقتي كلها كنت مخلصاها من قبل ما اطبخ اصلا، يعني بصحى من نومي كده بخلص كل شقتي، المطبخ بقى بعد الغدا. اشوفكم على خير.